بالأمس القريب كنا نذهب للجمعة ونخرج بعد الجمعة بحال جديد، بقلب جديد، بنفسية جديدة، بإيمان يملأ أوعيتنا. اليوم يدخل الناس للجمعة كما يخرجون. أين هي الجمعة؟ أين رسالة الجمعة؟ نعم، مع الأسف واقع مرير. الخطباء عليهم أن يلزموا كلمة الحق، وإن لم يستطيعوا قول كلمة الحق فعليهم أن يتركوا المنابر حتى لا تكون حجة عليهم يوم القيامة، وكل من يسمع لكلامهم فهم كذلك حجة عليه بين يدي رب العزة والجلال. فلا أن أقول الحق وألزمه وأنا في بيتي وأعلم أهل بيتي وقرابتي خير من أن أزور ومن أن أقدم غشا ثقافيا من فوق المساجد. وهذا الذي يراد اليوم، وهذه من المخططات التي يعملون على بثها في صفوف الخطباء. أيها الخطيب، استغني بربك جل وعلا. أيها الخطيب، توكل على ربك. أيها الخطيب، لا تخشى فقرا. أيها الخطيب، لا تخشى شيئا. توكل على مولاك، والله يعصمك من الناس كما عصم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول العلماء: ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تسقطوا أنفسكم من أعين الخلق أيها الخطباء وأيها العلماء. وهذا الكلام أوجهه لنفسي. إذا كنت لا أقوى على كلمة الحق فعلي أن أنسحب وأن أنزل بكل تؤدة وسكينة وأستغفر ربي خير من أن أقدم غشا ثقافيا للأمة. والتاريخ لا يرحم. وهذا كلام الله عز وجل. ورواية أخرى: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء السوء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. خذ رواية أخرى: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ينامون عن القرآن بالليل ويخالفونه بالنهار. خذ رواية أخرى: من هؤلاء يا جبريل؟ الذين يقولون ما لا يفعلون. ماذا نقول بين يدي رب العزة والجلال؟ والحديث في غاية الوضوح، لكن مع الأسف نقرأ جميعا في القرآن الكريم سورة اسمها سورة التغابن. ولولا الإطالة والله الذي لا إله غيره لشنفت مسامعكم بآيات وبأحاديث فيها وعيد على الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، أو على الذين يهجرونه ولا يلتفتون إليه. لكن الإطالة والوقت لا يسمح. عسى الله عز وجل أن يهيئ لنا أوقاتا فسيحة وواسعة نتكلم فيها بإذن الله السميع العليم حول هذه المواضيع المهمة التي تهم أمتنا. نعم أيها الإخوة، يوم التغابن صورة بأكملها في القرآن اسمها يوم التغابن. أقف مع كلمة أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله المتوفى سنة 110. واسمعوا لماذا سمي بيوم التغابن. قال رحمه الله: وهو العالم الذي تعلم العلم وعلم غيره، فالمتعلم عمل بالعلم فدخل الجنة، والعالم الذي علم لم يعمل بعلمه فدخل النار. فهذا هو يوم التغابن. رأى تلميذه الذي تعلم منه علم بما علم فدخل الجنة، وهو علم وعلم ولم يعمل فدخل النار. هذا هو يوم التغابن. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.